بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. نعوذ بالله السميع العليم ولوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ربنا عليك توكلنا إليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اغفر بمغفرتك ذنوبنا، استر بسترك عيوبنا، ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، اجمع على الحق شملنا، ألف بين قلوبنا، أمنا في أوطاننا، احفظ بلادنا من كل سوء يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. فأجرنا يا نعم المولى ويا نعم النصير. وصلاة وسلاما على سر الأسرار ونور الأنوار ورحمة الله العزيز الغفار. دعيت إليه نفسه وهو خير موجود على ظهر الوجود. دعي من ربه وهو موجود. خاطبه رب الكرم والجود. إنك ميت وإنهم ميتون. فصلاة وسلاما عليك يا من بلغ العلا بكماله وكشف الدجى بجماله فعظمت جميع خصاله. فصلوا عليه وآله. أيها الإخوة المؤمنون، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، وشكر الله سعيكم وغفر الله ذنوبكم ونظر الله وجوهكم وجمعنا وإياكم في مستقر رحمته تحت لواء سيد المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم آمين. في هذا التكريم بل في هذا العرس القرآني والذي نزف فيه نفرا من أهل الله وخاصته، وهو من أهل القرآن أهل الله وخاصته، كما شهد بذلك خير الأنام ونور الظلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما المكان الذي نزفه فيه فهو إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأما من نزفه إليهم فهم الحور العين كأنهن بيض مكنون. فاللهم اجعله في مستقر رحمتك يا أرحم الراحمين، واجعله من أهلك وخاصتك. اللهم آمين. تكريما للراحل الكريم فضيلة الراحل القارئ الحاج عبد الحميد أحمد العيسوي، ومواساة منا لجميع أسر وعائلات آل عيسوي الكرام، مواساة منا كذلك لجميع أهالي قرية المشعلة وجميع أهالي مركز أبو كبير والمحافظة الشرقية، مواساة منا لأبناء الفقيد الراحل الأستاذ أحمد عبد الحميد الديلي، الأستاذ عبد الحكيم عبد الحميد الديلي، والأستاذ محمود عبد الحميد الديلي والعائلة الكريمة. تشرف هذه الساحة القرآنية بالسادة الأعلام القراء بالعالم الإسلامي وبجمهورية مصر العربية.
تاج قراء جمهورية مصر العربية، معلم الأجيال الذي يكن له الجميع كل الإجلال والاحترام، صاحب المدرسة الحسينية العامرية الذي وجب للجميع أن يقبل اليد ويقبل الرأس إجلالا له وإجلالا لكتاب الله، فضيلة القارئ الحاج الحسيني علي عامر. كما تشرف هذه الساحة القرآنية بعميد المدرسة الحسينية العامرية عضو نقابة القراء المصرية موجه شؤون القرآن الكريم بالأزهر الشريف المقيم بالمشعلة مركز ومدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ الشيخ علي الحسيني. كما تشرف هذه الساحة القرآنية بصاحب الصوت الحسن والأداء الحسن ابن هذه البلدة الطيب أهلها إمام وخطيب أوقاف الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن. تختتم هذه الباقة وتزين بريحانة قراء جمهورية مصر العربية ومحافظة الشرقية مدرس القرآن الكريم والتجويد بالأزهر الشريف عضوا بنقابة القراء المصرية سفير قراء جمهورية مصر العربية إلى الدول العربية والإسلامية عميد المدرسة القرآنية البغدادية فضيلة القارئ الشيخ عبد الله عبد الغني البغدادي. أحباب القرآن، أحباب المصطفى العدناني صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في ساحة العزاء فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الرحمن فطر المقيم بالمزارقة فاقوس شرقية، ونحن في انتظار العديد من السادة القراء والعلماء تكريما للفقيد الراحل، سائلين الله جل في علاه أن يحشره في زمرة سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، اللهم آمين. أولى فقرات هذا التكريم للراحل الكريم علم التلاوة المعروف بالعالم الإسلامي وبجمهورية مصر العربية عميد المدرسة البغدادية القرآنية سفير قراء جمهورية مصر العربية إلى الدول العربية والإسلامية وعضو نقابة القراء المصرية المقيم بالمشعلة مركز ومدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية. إنه فضيلة القارئ الشيخ عبد الله عبد الغني البغدادي، فليتفضل مشكورا منا مأجورا من الله سبحانه وتعالى، والسلام على من استمع واتبع. بسم الله الرحمن
اتفضل هنا يا سيدي. اتفضل يا مولانا. بسم الله
عليك يا سيدنا. يا الله. شغال يا سيدنا. عليك يا مولانا. عليك يا شيخ عبد الله يا بغداد. صل على النبي. ان شاء الله.
عبد الله إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما عبد الله ان شاء الله. فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما بالغار إذ يقول لصاحبه عشان بتعمل زنة في البتاع عليك بيعمل زنة في العدة حد بالسلام. إلا تنصروه فقد نصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين وهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين
بينات لما تيسر من سورة التوبة تليت على مسامع حضراتكم من عالم التلاوة المعروف بالعالم الإسلامي وبجمهورية مصر العربية عضوا بنقابة القراء المصرية درس القرآن الكريم والتجويد بالأزهر الشريف سفير قراء جمهورية مصر العربية إلى الدول العربية والإسلامية صاحب المدرسة القرآنية البغدادية المقيم بالمشعلة مركز مدينة أبو ظبي بمحافظة الشرقية إنه فضيلة القارئ الشيخ عبد الله عبد الغني البغدادي. أيها الإخوة المؤمنون أذكر حضراتكم أن وقائع هذا التكريم للراحل الكريم تنقل عبر أثير موجات إذاعات القرآن الكريم والتي تنطق بسم الله الرحمن الرحيم لصاحبها أبناء العربي أحمد علي منزل ميمون أبو كبير شرقية من داخل لؤلؤة سرادقات جمهورية مصر العربية ومحافظة الشرقية. المعلم السيد عامر القضاة كفر صقر شرقية. تنقل وقائع هذا التكريم للراحل الكريم عبر الشبكة العنكبوتية نقلا لكلام رب البرية وحدة فجر الإسلام مهندس أول محمد النجار العارين فاقوس شرقية. أسر عائلات آل عيسوي الكرام يتقدمون بخالص الشكر والعرفان لكل من واساهم في هذا العزاء أبناء الفقيد الراحل فضيلة الشيخ عبد الحميد أحمد العيسوي الأخ الكريم الأستاذ أحمد الديدي الأخ الكريم الأستاذ عبد الحكيم الديدي والأخ الكريم الأستاذ محمود الديدي.